أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص CNBC. وفي حلقة اليوم نأخذكم إلى دبي باركس أند ريزورتس، الوجهة الترفيهية الأضخم في المنطقة، ونتعرف على أسباب تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية. وفي الكويت نواكب المسابقة الدولية لجمال الكلاب الأصيلة. تابعونا. بتكلفة تجاوزت 13 مليار درهم، شهدت إمارة دبي افتتاح دبي باركس أند ريزورتس لكي تصبح الوجهة الترفيهية الأضخم في المنطقة. تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. تستمر إمارة دبي في إطلاق المشاريع المتميزة في المنطقة، مما يدعم استراتيجيتها لتنويع اقتصادها، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث أطلقتها بكلفة تجاوزت 13 مليار درهم دبي باركس، والتي تعد أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، والتي تضم منتزه موشن جيت دبي ومنتزه بوليوود باركس دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتر بارك، بالإضافة إلى متنزه سيكس فلاجز دبي المقرر افتتاحه عام 2019. وترتبط الوجهة الترفيهية بالكامل عبر مجمع ريفرلاند دبي الفريد والمتكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية، فضلا عن فندق لابيتا العائلي المصمم على الطراز البولينزي، وهو جزء من ماريوت أوتوغراف كوليكشن. وتمتد دبي باركس على مساحة تفوق 30 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد في إمارة دبي بالقرب من نخلة جبل علي بين مطاري دبي وأبو ظبي الدوليين. ومن المتوقع أن تستقطب الوجهة الترفيهية أكثر من 6.5 مليون زائر في عام 2017 خلال أول سنة تشغيلية كاملة. وفي الوقت الذي تسعى دبي باركس أند ريزورتس إلى استقطاب 1000 موظف من الكفاءة الإماراتية من خلال مبادرات التوطين المدرجة ضمن استراتيجياتها، وذلك للعمل ضمن قطاع المتنزهات الترفيهية، حيث توظف دبي باركس أند ريزورتس بشكل مباشر أكثر من 4000 موظف من أبرز المواهب وشتى الجنسيات. أما بالنسبة إلى أسعار التذاكر، فإن التذكرة السنوية للمتنزه الحافل بأجواء المتعة والمغامرة والمستوحاة من عالم هوليوود تصل إلى نحو 865 درهما إماراتيا، بينما يمكن للزوار اختبار السحر وروعة وتألق بوليوود على مدار العام من خلال تذكرة الدخول السنوية في بوليوود باركس دبي بسعر 755 درهما إماراتيا. وسيد خريسات CNBC عربية دبي. سجل مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في مصر معدلات قياسية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث كان هذا التضخم بواقع 5%. لنتابع التفاصيل. هي أولى تبعات قراري تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية. إنه مؤشر التضخم الشهري الذي قفز 5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا 20.2%، وهو المستوى الأعلى له في 8 سنوات. مؤشر كان نتاج الزلزال القوي الذي أصاب أسعار أغلب السلع والخدمات بزيادات غير مسبوقة، والتي تسببت في موجة تضخمية لم تفقد الكثيرين القدرة الشرائية فقط، بل وتركتهم فريسة أمام زيادة الأسعار دون قيود أو ضوابط. الأسعار زادت جدا، في حاجات استغنينا عنها عشان غليت جدا، فابتدينا بقى مفيش لحمة، مفيش خضار غلي. والله بجيب الرغيف بنص جنيه، اللي انا اساسا ما اقدرش اجيبها ب5 ساعة. لازم نتفق ان الاسعار بجد وصلت لمستوى ان انا مش قادر اكل. وفي حاجات وسلع حتى لو دخلت سوق سودا وعايزه تجيبيها ما بتلاقيهاش. الفرد المتوسط في الدخل تعب من الأسعار، لأن كل يوم بتزيد، لكن هنعمل ايه؟ قدر المصريين كده. ومما يزيد الطين بلة هو إعلان الحكومة زيادة الرسوم الجمركية على نحو 320 مجموعة سلعية، ما يرفع سقف التوقعات من حدوث طوفان زيادات جديدة للأسعار الفترة القادمة. وفيما يواجه المواطن وحده هجوم تلك الزيادات عليه، تأتي التأكيدات على أن الموجة التضخمية لن تنحصر سوى بالإنتاج واستبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي. أعتقد أن احنا محتاجين لتعديل الثقافة
بتاعة الصناعة. تعديل الثقافة بمعنى أنه الصناعة المحلية عشان ترتقي وتتعمق محتاجة أنه المجتمع كله يكون عنده ثقة ان احنا قادرين على الكلام دوت. وفيما اطلق العنان لاسعار السلع في السوق للارتفاع حسب ما تشاء، يخشى البعض من حدوث تقلص في الشراء، هذا ويطالب اخرون الحكومة والقطاع الخاص بزيادة الاجور والرواتب بما يتناسب مع مستويات الاسعار الحالية، اضافة الى تحديد حد ادنى للاجور يتوافق مع الحد الادنى اللازم لتوفير الاحتياجات الاساسية الشهرية. اي رب اسرة في المرتب بتاعه مش بيكفيه، بيضطر ان هو بياخد اي حاجه لمده معينه من اي تاجر. يعني لابد ان تعالج باما اضافه علاوه مؤقته لمواجهه هذا الغلاء، او ما يتم من خلال الدعم اللي بينفذ ان يعود بفائده على الشعب المصري. هم هيجيبوا للرواتب منين اذا كان الموظفين كتير والدوله متقدسه بالموظفين الزياده؟ المكاتب مليانه موظفين، هيزودوهم ازاي؟ يذكر ان مصر تستهدف خفض معدل التضخم تدريجيا ليصل الى 10% بحلول منتصف العام القادم، لكن التوقعات غير الرسميه تشير الى ارتفاع التضخم عن نفس الفتره ليصل الى 25%. ندى عبد السلام، CNBC عربيه، القاهره. تراجعت مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة قدرت ب40%، وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. نعم، رغم بريق تلك السيارات الذي يضفي عليها مزيدا من الجاذبية والرونق، إلا أن مجرد ملامسة إحداها صار ضربا من الخيال، ليس فقط لنقص المعروض منها في السوق المصرية، بل لارتفاع أسعارها كذلك بنسب قاربت الضعف تقريبا بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه، ما دفع كثيرين لتعديل خططهم المستقبلية والاستغناء عن حلم شراء سيارة وكأن شيئا لم يكن. طبعا أصبح حلم، لأن يعني تعويم الجنيه والكلام ده كله خلى أن الجنيه المصري مبقاش ليه قيمة خالص، والعربيه اللي كنا بنجيبها ب 10000 بقت ب 20000 جنيه. انا تاجر عربيات حضرتك، تاجر العربيات ملوش دعوه بالغلي، وهو ما بيصنعش، هو بياخد مثلا هنفترض ان هو عنده 5 عربيات مثلا بمليون جنيه وباعهم بمليون و200، هو كسب 200. الموضوع ان هو ما كسبش حاجه، لان هو بعد يوم بعد 2 هيجيب نفس ال5 عربيات بنفس القيمه المليون و200. فهم معذورين، في ناس ما كانتش دفعت جمارك، في ناس هتجيب، فبرضه هم يعني انا مش بقول عليهم جشعين، لا 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 لا، هي الظروف حتمت كده، اللي معاه بقى يدفع. وفي محاولة للخروج من تلك الحلقة المفرغة والتي تركت آثارها السلبية على حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصرية، اتجه البعض إلى شراء السيارات المستعملة، فيما فضل آخرون سبلا أخرى كوسائل النقل العام أو حتى السير على الأقدام. لكن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو أن لسان حالهم يقول: مجبر أخاك لا بطل. البديل إن في طبعا المترو، شبكة المترو كويسة جدا. أنا لو جاي أنا أساسا معايا عربية وجاي اهو راكن العربيه هناك في العباسيه وراكب مواصله. الحل الوحيد ان انا اجيب توك توك بدل العربيه، ده الحل الوحيد، لانه الفلوس مش هتكفي. وفيما يواصل الدولار الجمركي قفزاته يوما بعد الآخر، يرى القائمون على السوق أن معاناة المصريين في ارتفاع الأسعار ستستمر على المدى القصير والمتوسط إذا لم يسعف القطاع بحلول عملية وواقعية، ربما من بينها وضع حد لقفزات الدولار الجمركي ومتوسط سعر شهري له. ما ينفعش النهارده أنا كل يوم الجمرك بيحاسبني على دولار جمركي شكل، فأنا النهارده بالتالي هيبقى عندي سعر في معارضي كل يوم سعر شكل، فده طبعا غير طبيعي. فعاوزين متوسط شهري، عاوزين متوسط اسبوعي، نعرف نشتغل ويبقى عندنا مصداقيه مع العميل. وفيما تشير الاحصاءات غير الرسميه الى انخفاض مبيعات السيارات بنحو 40%، تشير توقعات العاملين بالسوق الى صعوبه شهور الستة المقبله على القطاع، الا ان النصف الثاني من 2017 قد يشهد استقرارا نسبيا في الاسعار وعوده الروح لحركه بيع وشراء السيارات من جديد. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة. في الوقت الذي يشكو فيه المصريين من غلاء المعيشة والفقر، ينفق أكثر من 19% من المصريين على شراء السجائر، أي ما يعادل 15 مليار جنيه سنويا.
رغم صغر حجمها إلا أن نحو 19.6% من المصريين لا يتركونها قط من أيديهم، وذلك رغم التحذيرات الصحية من خطورتها ليس فقط على صحتهم ولكن أيضا على جيوبهم. إنها السجائر التي تنفق عليها الأسر المصرية نحو 4.1% من إجمالي إنفاقها السنوي لشراء نحو 80 مليون سيجارة سنويا بحجم إنفاق سنوي يزيد عن 15 مليار جنيه. يعني ممكن تصرفي 600 جنيه 500 جنيه على حسب. يعني في اليوم انا ممكن بستهلك في اطار العلبه او اقل، يعني ممكن العلبه تقعد معايا يومين او يوم. ووفقا لبعض البيانات فإن كل 10% زيادة في أسعار السجائر تؤدي إلى انخفاض معدلات التدخين بنسبة 5%، وعليه يتوقع البعض مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأن يتقلص عدد المدخنين في مصر، فيما يستبعد آخرون فرضية استغنائهم عنها. الموضوع مكلف جدا جدا، خصوصا في ظل الغلاء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وانا شايف ان ملاش اي لازمه. يعني ضرر للبني ادم وضرر لاسرته وضرر لاولاده وكل حاجه. انا مش هبطل تدخين لان ده انا اتعودت على كده، وبعدين شيء بيريحني، يعني صعب ان انا اتخلص منه بسهوله. فموضوع الضغط انك تقطع عليها بانك تزود الاسعار ده مش هو الحل. ومع وصول مصر للمرتبة الأولى عربيا من حيث عدد المدخنين فيها، يشكل كثير من المدخنين عبئا على ميزانية وزارة الصحة، حيث يتسبب التدخين في وفاة 170 ألف حالة سنويا في مصر، ناهيك عن تكلفة معالجة الأضرار الصحية الناجمة عنه. بزود لي ميزانية وزارة الصحة وادفع لي مقابل الناس اللي مرضى بالتدخين أن أنا هعالجهم من المشاكل سواء سرطان رئة أو مشاكل الرئة. وكمان الشخص المدخن هو مش بيضر نفسه بس، هو بيضر نفسه، بيضر مراته، بيضر اطفاله. مفيش خليه من الخلايا الجسم ما بتتاثرش بسبب التدخين، لان نقص الاكسجين والمواد اللي موجوده في التبغ بيأثر على كل خليه. اهم طبعا حاجه هي امراض القلب، وشايفين الاساطر والعمليات القلب مفتوح بقت في سن صغير وبقت في سيدات، وما كناش بنشوف المنظر ده قبل كده. وحسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء فان نسبه المدخنين بين الذكور تبلغ 41% وبين الاناث اقل من 1%، كما أن نحو 22.5% من الشباب في الفئة العمرية ما بين 25 و 44 عام هم مدخنون، وأكثر من 60% من إجمالي المدخنين يدخنون ما بين 15 إلى 24 سيجارة يوميا. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة. أعداد السيارات حول العالم ستفوق 1 مليار سيارة بحلول 2040، ولكن بعد الفاصل. نجيب على أشد الأسئلة تعقيدا وحساسية حول علاقة الدين بالدينار، ونفتح الباب على اتساعه للاجتهاد، فنحن نؤمن بأننا أعلم بشؤون دنيانا، كما قال الرسول الكريم: بارك الله في أرزاقكم. دين ودينار، على شاشة CNBC عربية. يحاصرك التفكير وتنقصك المعلومة؟ متردد وترغب في أخذ المشورة؟ اطرح سؤالك وضعنا في الصورة. لا تكن محتار، فما ندم من استشار. سؤالكم معي أنا رولا الطراونة على موقع CNBC عربية فيسبوك. الكلام المسؤول لا يصدر إلا من شخص مسؤول. تصريحات بعض المسؤولين مثيرة للجدل، تشغل الرأي العام. حوارات هدفها اقتناص السبق، المعرفة والأرقام من أصحاب القرار. كلام مسؤول على CNBC عربية.
أهلا بكم من جديد. انطلقت في الكويت مسابقة دولية لجمال الكلاب الأصيلة، حيث شاركت في البطولة العديد من الكويتيين الهواة وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي. مسابقة اختيار أجمل الكلاب الأصيلة هي جزء من بطولة الكويت الدولية السنوية لاستعراض الكلاب، وهي مسابقة تجرى تحت إشراف منظمة إلينز، وهي يشارك فيها متسابقون محترفون وهواة من دول عديدة، وهي منصة يلتقي فيها محبو الحيوانات الأليفة للتعارف وتبادل الخبرات. This is Bella. عمرها سنة ونص. She's a Shih Tzu. وجايبينها تستانس تغير جو. She meets other dogs, socializes يعني discipline as well. هي تخدم السلالات الأصيلة وتشجع المنتجين والهواة بأن يحافظون على كلابهم الأصيلة هذه عن طريق إقامة مسابقات. المسابقات هذه نختار فيها أفضل بريد أو أفضل فئة ويتوج بالنهاية إلى تايتل أو اسم لقب معين. وهناك جملة من الشروط التي يجب توافرها في الكلب المشارك، منها ما يتعلق بأصول الكلب وسلالته، ومنها ما يتعلق بحالته الصحية. يكون صحيا نشيط وحركته جيدة، لا يوجد عليه أي أعراض مرضية، مثلا ما يتحرك تعبان، يبين هذا ظاهريا، غير ان احنا نفحصه يدويا ونشوف جميع اجزاء الجسم عشان نتاكد من صحته 100%. وهناك ايضا معايير ينظر اليها الحكام عند تقييم الكلاب المشاركه، تتعلق بشكل الكلب ومشيته وتناسق جسمه ومدى تدريبه، وعلى اساسه يتم اختيار الكلب الاجمل. كل فصيل كلب له مواصفات معينين، مثلا جيرمن شيبرد لازم يكون عنده الديل ماله طويل، الظهر بتاعه سارد للخلف، الرجول بتوعه بدهم يكونوا عاملين انجل، طبعا الوجه والدينين كمان هدول شغلات معروفه، والالوان. وفي حاجه تانية اللي هي بيطلعوا على الصحه تبعيته للكلب، فاذا صحته مش مظبوطه، ما اخذ الفاكسين، ما بيقدر يشارك. ولأنها بطولة دولية وبسبب الإقبال الكبير عليها، يقام على هامشها منصات لبيع الحيوانات، ومدارس للتدريب، ومتاجر لبيع الأدوات الخاصة، وملاجئ تطوعية لرعاية وإيواء الكلاب الضالة. أسامة رشيد، CNBC عربي، الكويت. تحظى مبيعات الهواتف المحمولة والذكية في الكويت إقبالا كبيرا، والتي توصف بأنها من أكبر الأسواق في المنطقة التي تستعمل هذه التقنيات للهواتف الذكية المحمولة. نتابع التفاصيل معا. ينفق أهل الكويت من مواطنين ومقيمين فيها الكثير على الهواتف المحمولة والذكية، فيشترون في كل عام حوالي 2 مليون جهاز يدفعون مقابلها نحو $1 مليار، وعادة يكون طرح هاتف ذكي جديد مناسبة لتنشيط المبيعات التي قد تصل إلى $1 مليون في اليوم الواحد. راح اشتري 100% ايفون 7 إذا كان أفضل وإذا كنت قادر عليه. بصراحة أنا ما اطلعت على امتيازات الإصدار الجديد مال الايفون 7، ولكن نأمل إن شاء الله نقتنيه عن قريب. يعني عيالي بالبيت يشوفون يقولون إن شكله حلو، يعني أنيق وكذي، والمميزات اللي سمعتها إنه ضد الماي. وتقول الإحصائيات إن معدل تغيير الهاتف المتحرك يتم كل 2 سنين تقريبا، ويقبل الناس على شراء الهواتف الذكية الجديدة لأسباب مختلفة، فهناك من يشتريها للتواصل، وهناك من يشتريها للوقف على أحدث التقنيات، وآخر يشتريها فقط من أجل الوجاهة. بحب أغير لو أنا أعرف إن في فرق كبير في الإمكانيات بتاع التليفون ده والتليفون ده، لكن لو ما فيش فرق كبير الواحد بيقدر عليه. بس انا حابه حتى دلوقتي لما نزل ايفون 7 حابه ان شاء الله هجيبه، برغم ان انا عندي ايفون 6 بس يعني، بس ان شاء الله هجيبه. والله اشوف ان انا اذا كنت قادر اني اشتريه، عندي القدره الماليه، راح اشتريه، ليش لا؟ بس يفضل ان تكون له مميزات افضل واكثر. يعني على طول كل ما بينزل ايفون جديد يعني باخذه. البنات طبعا بيبصوا للشكل، بيبصوا للالوان،
بيبصوا للحاجات البنويتي شويه. كسوفت وير اكيد الحاجات الحديثه، الحاجات اللي ممكن تساعدني في شغلي. والكويت من اعلى الاسواق في المنطقه والعالم استخداما للهواتف المحموله والذكيه وتطبيقاتها وخدماتها، فيصل معدل الانتشار فيها الى 190%، وفيها اكثر من 5 ملايين مشترك يستخدمون حوالي 9 ملايين خط محمول. كشفت دراسات مؤخرا أن أعداد السيارات عالميا ستتزايد فوق 1 مليار سيارة بحلول عام 2040، وهذا ما سيشكل خطرا كبيرا على البيئة. قد يخيل إلينا حينما تعقد المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لمحاربة ما يسمى بالتغير المناخي بأن الجهود متكاتفة تماما لإحكام قبضتها بالكامل على مسببات هذه الكارثة وعواملها، ولا سيما انبعاثات الكربون واتساع رقعة التلوث الجوي. لكن التقرير الذي صدر مؤخرا عن دار برنشتاين للأبحاث قد يدخل إلينا الشك في مدى مصداقية تلك الجهود أو حتى فعاليتها، فقد توقع التقرير أن تتضاعف الأعداد العالمية للسيارات على الطرقات العامة لتصل إلى 2 مليار سيارة بحلول عام 2040. ولأننا اعتدنا أن تكون دول الأسواق الناشئة دوما هي صاحبة النصيب الأكبر من الأضرار، توقع التقرير أن يتركز نمو وسائل النقل فيها، مشيرا إلى كل من الصين والهند، لا سيما مع النمو السكاني العالمي الذي من المتوقع أن يرتفع هو الآخر بنحو 2 مليار نسمة على مدى 25 سنة قادمة، ليصل حجم النمو السكاني إلى 9.2 مليار نسمة. التقرير لم ينسى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول سيكون له بصمة كبيرة في زيادة الطلب على اقتناء السيارات كشكل من أشكال الرفاهية، لكنه بقي متفائلا في أن ترتفع مبيعات السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء لتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تبعثها العوادم، ولحماية البيئة من المخاطر التي ستتعرض لها بزيادة الازدحامات المرورية وأعداد السيارات على الطرقات. وفيما يبدو نمو أعداد المركبات كبيرا، يشير التقرير إلى أن الطلب على اقتنائها في الولايات المتحدة سينخفض نظرا لارتفاع أسعار السيارات ولا سيما المستعملة منها بنحو 15%، الأمر الذي أدى بدوره إلى تخفيض حجم استيرادها لما يصل إلى 60% في العام الحالي. هي بيانات تقرع ناقوس الخطر في تفاقم أزمة التلوث التي لطالما شغلت مساحة كبيرة في الساحات الدولية، لتبقى الدول في انتظار خطوات جادة تحمي المناخ من تهديدات وشيكة. نور قاضي أمين، CNBC عربية. عملة البيتكوين الرقمية شهدت مؤخرا أكبر عملية اختراق، وذلك بما يقدر بأكثر من 72 مليون دولار. السؤال هنا، هل عملة البيتكوين آمنة للتعامل في البيع أو الشراء؟ على قائمة الاختراعات التي أفادت البشرية يتربع الإنترنت ويقف ضمن الكبار، فبفضله تغير كل شيء في حياتنا وطريقة معيشتنا إياها. ومن أبرز إسهامات الإنترنت في حياتنا هو العالم الافتراضي، فحرف الإي الذي أصبح جزءا رئيسيا من الإيميل والإي ميوزك والإي ماني وغيرهم هو دلالة على هذا العالم الافتراضي، فكلها أصبحت أشياء نستطيع استلامها وإرسالها دون القدرة على مسكها بأيدينا. البيتكوين هو نتيجة مترتبة أيضا على تطور الإنترنت ووجوده كجزء أساسي في حياتنا، فهو عملة افتراضية ولكنها تختلف عن الأموال الموجودة في بطاقتك الائتمانية في أنها غير مصدرة من دولة معينة ولا يتحكم فيها بنك مركزي معين، ولكنها تتشابه مع باقي العملات في أنها تمكنك من البيع والشراء على الإنترنت أو أي متجر يقبل بتلك العملة. ولكن كيف تحصل على البيتكوين؟ يوجد طريقتين لذلك، إما أن تقوم باستخراجها عن طريق حصولك على جهاز حاسب آلي بقدرات مرتفعة وتشغيله بطريقة معينة لمدة طويلة، أو أن تقوم بشرائها مباشرة مقابل الدولار من أحد المتاجر الإلكترونية الخاصة بذلك. أما إذا كنت تمتلك بيتكوينز وتريد تحويلها لأموال أخرى كالدولار الأمريكي، فبسهولة تستطيع عمل ذلك أيضا خلال نفس المتجر الإلكتروني.
begins his studies at a public school in Tokyo, where he is restricted. Cuando tiene tu trompa, وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قصص CNBC. ولمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع CNBC عربية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.